بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. اليوم يوم 9/11/2024. طبعا جروبات أهلنا في الجزيرة جاضة وغيرها في السودان وافتكروا قالوا طارق الهادي نبذ أهل الجزيرة وكده، وده كلام طبعا ما صحيح. أنا وش ما اتكلمت، أنا رديت على منشور عام لود عمي. ود عمي لازم يعني الشيخ ده ابوه هو عم ابوي المباشر، اللي لما ابوي وابوه مات عمره 8 سنه هو اللي رباه، الزول هو رباه يعني في الاعمام اقدر زول. رديت عليه لانه هو كتب منشور قال فيه وكتبه في العام، يعني قال يعني كلام في العام: يا ضباط الجزيره وعساكر الجزيره انتوا خذلتوا اهلكم. فكان لازم يرد عليه، لازم يفهم لانه كتبه في العام انه نحن كضباط في الجيش ولا عساكر في الجيش ما لانه الجزيره بنمشي نكاتب في الجزيره، الجيش ما بيشتغل كده. نحن ضباط في الجيش مهني محل يشغلك الجيش بتشتغل، ما بتمشي بكيفك انت. اشتغلنا في جميع انحاء السودان ده، ما بيقولوا لناس الحته الفلانيه يا في الجيش يا والله يا ناس كوستي جعلوا جا كوستي يجوا ناس كوستي كاتل. لا ما كده، الجيش ما بيشتغل كده. قاتلنا في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب وفي الشمال وفي اي حته، الجيش ده نحن وديك بتشتغل. فحكايه انه يفهموا الناس انه ضباط الجزيره بتخاذل، ما في كلام زي ده. ضباط الجزيرة بقاتلوا وعساكر الجزيرة بقاتلوا يحبوا يخطوا من الجيش. النقطة الثانية اللي حبيت أوريها ليه بيفهموا ذاته، حتى لو بيفهموا ناس الجزيرة وناس النيل عموما زهدوا في العسكرية. واحدة من ضرائب التعليم مثلا، الناس اللي أبواتهم عايزوا جودنا كانوا مزارعين وكذا، لكن قرروا أولادهم بقوا مهندسين وبقوا دكاترة وبقوا قضاة وبقوا محامين وبقوا أساتذة جامعيين واخترقوا وكذا، وزهدوا في سلك العسكرية. وانا قلت له حلتكم، وهي يعني الكلام ده انا لانه قلت له حلتكم، شوف فيها كم عسكري وكم ضابط. الحلال في الجزيره من 1000 مواطن لحد 50,000 حسب حجم القريه يعني. قلت له حتلقى لك كم ضابط وكم عسكري وضابط صف، ويمكن ما تلقى كله في قرى كثيره ما فيها ذاته، لانه الناس زهدوا في سلك العسكريه، ودي حقيقه وما فيها نبذه وما فيها حاجه هنا في سيل الناس. اذا هم دايرين ده فهمهم الناس، بيفتكروا انه ده فهموا الناس الجزيره انه اولادهم خذل. هو وين انت اصلا ما دخلتها انت اصلا زهدت في العسكريه. اثنين يقول لك استنفرنا ومدونا سلاح و40,000 وكذا. طيب ما هو انت مشيت الغاية وفعلا كان ما كان في سلاح، هو كان في سلاح بيطلع سيد الغاية العام في جبهة قبل سنه ولا كذا يقول يا جماعه نحن اي سلاح عندنا نديهم ليه؟ والما اللي عنده سلاح يجيبه بالرخص ليه؟ والما عنده يشتري. هي لما تفهم انت انه رئيس الجمهوريه يقول لك ما عنده يشتري، كان يطلع في حرب يقول للناس كده. وهسه دي ما ده الجيش الناس طلعت ويش، والجيش ده السيد الغاية العام قال يا جماعه اي زول قادر عامل سلاح، احنا عندنا سلاح بعد ده. زمان ما كان في، هسه في بنسلحوا الناس، مش يتسلحوا. ما دي انت مستني شنو؟ دي حرب بتاع مش تهجير، احلال كامل. العدو ده داير يطردك من قراك ويجي يقعد. انت شفت عمل شنو؟ ما في طريقه غير انك تكاتله. الناس مش مفروض بس يستنفروا، لانه في النهايه الاستنفار ده على شده. مفروض فعلا الناس دي كل اصقاع السودان تتجند في القوات المسلحه دي، ما تكون حكر على ناس او ناس معينين اللي بيمشوا، لا اي زول يخش عشان ندافع عن السودان ده كسودان. هسه الاستنفار ده، هسه الغوره دي نزحت لها اسبوعين. المعسكرات بتاعت الجيش اللي وقف فيها سيد القائد العام وغيرها في حريره ولا في المناقل ولا في غيرها، الشباب اللي مرقوا ديل قول مرقوا 500,000 فيهم كم شعب؟ ما بيكون فيهم 30 40 الف شعب. الرجع منهم شال سلاح وقال بيمشي مع الجيش ياخذ ثاره. فده كلام دخلينه اهل اليسار والقحاطه وكده والمتقدمين عشان يشقوا صف ناس اهل الجزيره. انا ما اسيت لهم ولن اسي لهم، ولا انا اصلا ابن الجزيره، وكان اصله هو الناس الجزيره شايفين انا اسيت لهم، انا قدامهم ده اسيت لهم. انا والله بيجونا بدوني الطلقه في اي حته اللي كدوني كان ده بيحل لهم المشكله. اخير من المكتوني ده عامل من المراقد ما عارفين جاي من وين في افريقيا. شنو يعني؟ دي حدايق. الناس في معركه بتاعت وجود بقاء وفناء، الناس يخشوا الجيش والناس يستنفروا والناس يقاتلوا دفاعا عن ارضهم وعرضهم، بس ما في اي نساء في الموضوع. هذا ما لزم توضيحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.